كتبدا القصه في مدينه فيرليك في ولايه فيرجينيا، واللي كان تاريخها كخلع بسبب انه في القرن 18 اختفوا الناس ديال المدينه كامله وحتى واحد ما كان عارف شنو واقع عليهم. كيدوزوا الايام وفي الوقت الحالي المدينه غتكون منظمه واحد المهرجان اللي كدار كل عام، وكانت سميتو رجل الجبل وكان كيشبه الهالوين. ونمشيو للجهه الاخرى عند واحد اختنا كانت كتجري في الغابه، وعلى غفله خرج لها واحد من دوك الوحوش، وفي الاول سحب لها بلي غير شي واحد من المهرجان بتنكر في هاد اللبسه وتحسبات وعيراتو، ومع جبد واحد الموس وقطع عليها صبعها وتخلعت بزاف وبقات كتغوت وهربات من تماك. وفي طريقها تلاقات مع واحد الشارف سميتو مينارد وعاودات ليه البلان اللي طرا وهدنها وقال لها ما تخافيش، وهو داوي معاها في البلاصه. جبد واحد الفاس كان عنده وضربها الكرشه وقطع عليها يديها، وفي البلاصه طاحت ميته. وفي هاد اللحظه جاو عنده دوك الوحوش وغنعرفوا باللي خدامين عنده، وقال لهم يمشيو يخبيو الجثه. ونمشيو للجهه الاخرى عند واحد الصحاب كانوا مخيمين في الغابه وجاو لهنا باش يحضروا المهرجان. وهاد خونا سميتو بيلي وعشيرو جوليان وغاز واختنا كروز عشير شاليتا. وهنا عشيرهم بيلي جبد لهم واحد الميكا عامر بالسكر كلاصي. ونرجعوا دابا عند دوك الوحوش كانوا في واحد الكوخ، وهنا مينارد بقى كيسمعهم الهضره بسبب انهم فيك يقتلوا شي حد كيخليو الاشر موراهم، وهذا الشيء غيخلي البوليس يوصلوا لهم. وفي هاد اللحظه كيبانوا واحد الجوج، اختنا سميتها كارتر وخونا سميتو جونيور، وكانوا خدامين ضباط شرطه في هاد المدينه. كانوا دوك صحاب تاعهم غاديين بطونوبيلتهم، وفي طريقهم خرج لهم مينارد وسط الطريق وبيلي تخطاه، ولكن لسوء الحظ كاع ما تحكم في الطونوبيل ودخلوا في واحد الشجره. هبطوا كاملين من الطونوبيل وضربوا على مينارد طاح في الارض وسط الطريق، واستغربوا حيت ما قاسوش ومشي يشوفوا شنو واقع عليه. ومع قرب ليه بيلي بحركه سريعه منه جبدوا واحد الموس وضرب به بيلي وشدوه هو وصحابه وبقاو عليه بالعصا. وهنا كيبانوا شي الوحوش مخبين في الجبل وكانوا ناويين يصفيوها لهم، ولكن في اخر لحظه وصلوا داك الضباط وشدوهم وقلبوا لهم الطونوبيل ديالهم. وجونيور لقى فيه ميكا ديال السكر كلاصي، وهنا كارتر قالت لجونيور يبقى حاضي الطونوبيل بما توصل الديبانوج وديها. ومن بعد ما مشات بقى جونيور بوحدو حدا الطونوبيل. وفي هذه اللحظه هجموا عليه دوك الوحوش وهو صحاب ليه جايين من المهرجان، ولكن خوتنا ما كضحكوش في البلاصه نيشوا عليه بسهم رجلو، ومن بعد شدوه وقطعوا ليه ودنيه وكلاوها. ومشيو دابا في القسم ديال الشرطه عند كارتر، وهنا قال لها بلي داك السكر كلاصي راه ديالو بوحدو ماشي ديال صحابو، وقال لها هكذا حيت اللي اتهم صحابو غيطردوهم من الجامعه. وعكس بيلي باه رجل اعمال معروف ودغيا غيخرج راسو، وفعلا قنعها وخرجت ليه صحابو، وبقى هو ومينارد وواحد خونا ناعس بوحدو سميتو موز. ونمشيو عند الصحاب مشاو كاملين لواحد الفندق يدوزوا فيه هاد الليله. وفي قسم الشرطه مينارد قال للضابطه كارتر باللي الرجاله ديالو اللي هما الوحوش غيجيو لهنا وغيصفيوها لكم الا ما خليتونيش نمشي. وكارتر ما تسوقاتش ليه وقالت ليه اسكت، ودخلات البيسي وقلبات ليه الدوسي ديالو واكتشفت باللي كان متهم بجريمه قتل، وقالت ليه باللي عاوتاني ما بقاش تشوف الشمس. وقال لها لا ما تخافيش غيجيو الرجاله ديالو غيخرجوني من هنا. وفعلا داك الشيء اللي غيوقع. الوحوش وصلوا للمدينه وهنا طاحت عليهم فكره ونفذوها، حزموا الطوموبيل مع بوطو ديال الريزو وكسروا بالطوموبيل وطيحوا البوطو. وبهذا الشيء كاع التليفونات اللي في المدينه ما يبقاش فيهم الريزو، وحتى حد ما يمكن ليه يطلب المساعده. وموراها مشاو للمركز ديال الضوء وبقاو كيهرسوا في واحد الاله، وهنا خرج لهم الحارس وسحاب لي بلي جايين من المهرجان دايرين الروينه، ولكن شدوه ربطوه مع السلوكه ديال الضوء وبقات تما كيتعذب تعقدهم، والضوء تقطع في المدينه كامله. ونرجعوا لقسم الشرطه. موز اللي كان محبوس معاهم طلب من كارتر تخرجوا من هنا، وفعلا خرجاته حيت كان محبوس على حاجه عاديه انه شرب الشراب في الزنقه وسكر ودار الروينه. وهنا قال لها غيبقى معاهم هنا بما يرجع الضو في المدينه. وفي الجهه الاخرى في الفندق كروز قررت دير الماكله لصاحبهم بيلي، وفي طريقها خرج لها واحد من الوحوش وهجم عليها وحيد لها مصارنها من بلاصتهم وعطاهم لها تاكلهم. وفي الفندق جوليان قال لعشيرو كاز غيمشي يقلب على كروز حيت تعطلات، ومن بعد ما خرج مشى للقسم سولهم على كروز ولكن قالوا لي بلي ما شافوهاش. وجوليان سولهم فين تقدر تكون، ونقز ميناردو قال ليه الرجاله ديالو غيكونوا تعشاو بها. ونرجعوا للفندق واحد من الوحوش دق على كاز وحل عليه وسحب ليه بلي واحد من المهرجان وعايرو وسد عليه الباب، وعاوتاني دق عليه المره الثانيه وهاد المره كانوا جوج من الوحوش وشدوه وخطفوه. وهنا داك الوحش مشى يشوف راسو في المرايه وليتا سمعت شي حاجه وحيدات واحد الحديده في الحمام ومشات قصدات الوحش ونزلات عليه بها وبقات مقاتله معاه. وهنا لقات واحد الموس وهزات وسرعات ليه في كتفه، وفي البلاصه مشات هربانه من الفندق. ونمشيو دابا عند جوليان شدوا الوحوش وربطوا ليه رجليه ويديه، وهنا هزوا حديده لواحد وبقاو كيضربوا في رجليه تهرسوهم ليه وعذبوه ديال بصح. وفي الجهه الاخرى في القسم ديال الشرطه دخل عندهم واحد خونا سميتو جيسون وغيكون راجل ديال كارتر، وقال لها تمشي تعشى معاه برا، ولكن رفضات حيت كانت مقابله الاخرين. وقال لها صافي غنمشي نجيب لك العشاء ونرجع. كارتر اللي معاه في القسم غيسمعوا شي صوت برا، وفاش غيخرجوا غيشوفوا الشاحنه ديال دوك الوحوش. وكاز كان في الارض مهرس من رجليه وكان كيغوت ديال بصح، ويلاه بغى يهرب ولكن وصلوا عند الوحوش ودازوا عليه بالشاحنه وهربوا من تماك. وكارتر رجعت القسم وخرجت بيلي من الحبس وهزات اسلحه وعطاتهم لجونيال وبيلي وموز وغتقول لهم خاصكم تعاونوني باش نخرجوا حيين. ومن بعد فكرت بلي كان مولد ديال الضوء وراديو في المحل، وقالت لجوليان وموز يحداو القسم بما تعيط على المساعده. ومن بعد ما مشات هنا غيسمعوا ليه تمور الباب، وفي البلاصه حلوا عليها وكانت مخلوعه ديال بصح ملي شافت الجثه ديال كاز مليوحه قدام القسم. ونمشيو عند كارتر في
المحل وخدمات المولد ديال الضوء وشعلات الراديو ودوات مع واحد خونا وعاودات ليه البلان وقالت ليه يبلغ الشرطه، ولكن فين عرفهم في مدينه فيرليك تفكر المهرجان وقال مع راسو بلي دايرين ليه مقلب وموراها طفى المولد وما لحقاش تشرح ليه بلي انه في مشكله. ومن بعد خرجات من المحل ومشات للقسم، وهنا كيبانوا الوحوش كيراقبوه من بعيد وغيبان بلي غاد ترون. وفي هذه اللحظه قرر بيلي يقلب على صاحبته كروز ومشى مع حتى جوليان يقلبوا عليها، ومن بعد بحث قصير قدروا يلقاوها، ولكن لسوء حظهم لقاوها ميته ومليحه وجدته ديالها في الارض وبقى فيهم الحال ديال بصح وهما داوين على غفله. خرج لهم واحد من الوحوش وفي البلاصه بقاو شابعين وكيشريو عليه بالسلاح وهو هربان، وهنا كنعرفوا بلي دار هكذا باش يستدرجهم عند الوحش اللي كان الفوق، وفعلا داكشي اللي وقع. ومن بعد شدوهم وملي فاقوا لقاو راسهم في التيران ديال الكره وكان بيلي مدفون والراس ديالو هو اللي باين، وجوليان كان مربوط بسلسله. وهنا غيبان الوحش جايب واحد الشاحنه ديال الحصد وكان جاي قاصد بلي اللي ما كانش قادر يتحرك، وقال جوليان يعاونو وجوليان بقى كيحاول معاه، ولكن فين شاف الشاحنه قربات تحرك من تماك وخلى بيلي، وموراها وصلت لعنده الشاحنه وداز ليه على راسه ومات تماك. ومن بعد الوحش مشى بالشاحنه لعند جوليان اللي كان تعذب ديال بصح وداز عليه حتى هو وماتوا بجوج تماك. ونرجعوا للقسم عند خوتنا منار طلب من ليتا باش تخرجوا من هنا في مقابل ما يقيسهاش وما يخليش الوحوش يقيسوها، ومشات ليتا عند كارتر وقالت لها باش تطلق منارد، ولكن كارتر بالطبع غترفض. وهنا كارتر حساش باللي بيلي وجوليان وقعت لهم شي حاجه وقالت لموزيخ الطوموبيل تاعهم مشي يطلب المساعده، وموراها طلع الطوموبيل هو شاد الطريق غيكونوا الوحوش حطوا ليه سلوكه في وسط الطريق، وفي هذه اللحظه داز عليهم والطوموبيل خرجش على الطريق. ومن بعد شويه ديال الوقت الوحوش وصلوا وداو معاهم موز، وهنا شدوه حطوه في برميل وشعلوا تحت منه الخشب. وفي هذه اللحظه كارتر سمعت الصوت ديال الموز كيغوت ومشات كتجري باش تعاونوا، ولكن قبل ما توصل المحل غادي تشعل فيه العافيه وكتسمع ديك بوم وكارتر طارت من بلاصتها. ونخليو كارتر هنا ونرجعوا لقسم الشرطه. مينارد بقى كيقنع فليتا باش تحل عليه في مقابل ما يقيسها حتى واحد، وفعلا قنعها وحلاش عليه. ومينارد مع خرج هز واحد الموسيقى قبل عينيها، وفي البلاصه خرجت من القسم وكانت كتغوت وكتطلب المساعده. ومينارد رجع شبعها وتقرب يتيري فيها، في نفس الوقت رجعت كارتر وفي البلاصه تيرات عليه في كتفه ورجعت حبساته في الزنزانه. وموراها غطات العينين ديال ليتا وقالت لها بلي غتخرج تقلب على المساعده. مع خرجات في طريقها غتلقى واحد الطوموبيل كان محبوس فيه جيسون وكان واحد البوس مربوط ليه مع كرشو. مع كارتر حلت الباب جيسون غيتحل من كرشو بقى كيغوت، وكارتر بقات كتشوف في المنظر ولكن ما قدراش تعاونو. وفي هذه اللحظه هجموا على الوحوش وبقاو مضاربين. ونرجعوا للقسم. مينارد قال ليتا شنو هما الطرق اللي بغيتي نعذبك بهم مورا ما نخرج من هنا، وليتا بقوه الخلعه خرجت من القسم وما كانت كتشوف والو. ومن بعد ما خرجت دخلوا الوحوش وكانش معاهم كارتر وخرجوا مينارد من الزنزانه ودخلوا كارتر بلاصتها. وهنا قال لها مينارد بلي رابطين لها رجلها مع السلاح وإلا مشيتي حطيتي رجلك في الارض غتموتي، وقال لها واش تقدر ديرها ولا تموتي محروقه. ومينارد عمر القسم بليسونس وشعل العافيه وخرج من تماك هو والوحوش. وهنا كارتر ما استحملاتش الحراره ونزلت رجليها وطلق القرطاس وفي البلاصه طاحت ميته. وهنا كيبان مينارد سمع صوت القرطاس وعرف بلي كارتر ماتت. ونمشيو دابا عند ليتا كانت كتمشى بوحدها في وسط الطريق، وفي هذه اللحظه سمعت صوت الطوموبيل جايه وفرحت بزاف وبقات كتعيط على المساعده، ولكن لسوء الحظ داك الطوموبيل غتكون ديال الوحوش. وهنا هبط واحد من الوحوش وطلع جلس حدا مينارد، ومينارد هنا قال لها السلام. وليتا مع سمعت صوته عرفته هو وبقات كتبكي وكتغوت وعرفت العذاب اللي غادي يدوز عليها. وحتى لهنا غنكون وصلنا للاخر ديال القصه. لا عجباتك ما تنساش لايك سبسكرايب وبارطاجي الفيديو مع الشران. كان معكم امين تهلاو.